مشاهدينا الأفاضل، طبتم وطابت أوقاتكم من نشرة أخبار الفضائية الإريترية لهذه الفترة، يصحبكم فيها محمود عبد الله أبو كفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر الفورقي يبعث رسالة لقادة السودان. جهود لمكافحة الجلاد الصحراوي في مديرية نخفة. دعوة للعمل المنسق من أجل محاربة ظاهرة اقتلاع الأشجار في الإقليم الجنوبي. مسلحون يقتلون أكثر من 50 شخصا في موزمبيق. وقمة أوروبية مسقرة لمكافحة الإرهاب، وماكرون يدعو إلى رد سريع. وواشنطن توافق رسميا على بيع مقاتلات F-35 للإمارات. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. سلم وفد إريتريا عالي المستوى مكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني جبرآب، والذي يزور السودان اليوم، رسالة من الرئيس سياس أفورقي إلى رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. وتتركز رسالة الرئيس سياس أفورقي ومباحثات الوفد حول تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق التعاون الإقليمي. وقد تبادل الجانبان الآراء بشأن تطورات الأوضاع في أثيوبيا الدولة الجارة للبلدين. أفاد مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية نخفة السيد محمد صالح محمد علي ببذل جهود حثيثة للسيطرة على غزو أسراب الجراد التي ظهرت خلال الأيام الماضية من أثيوبيا وانتقلت عبر الهضبة الإريترية إلى ضاحيتي رورا حباب وأقرع بمديرية نخفة. وأشار السيد صالح إلى زراعة أكثر من 6000 هكتار بالذرة والبقوليات، حيث بلغت الآن مرحلة جيدة بفضل الخريف الماطر، ويوجد المزارعون والمهنيين الزراعيين في عمل دؤوب للتصدي لغزو أسراب الجراد الصحراوي. وذكر بأن مكتب الوزارة ظل يعمل باستمرار للسيطرة على تلك الآفة، متسلحا بالأجهزة اللازمة وإرشادات الخبراء الزراعيين، مشيرا إلى نجاح المهام انطلاقا من الخبرات المكتسبة في باقي مناطق البلاد. من جهته أشاد مدير مديرية نخفة السيد يعقوب إدريس بإسهامات عمال الحكومة في الوقوف إلى جانب المزارعين والخبراء الزراعيين، مشيرا إلى عدم إحداث أسراب الجراد أضرار بالغة بالمزارع بفضل الحصاد المبكر باستثناء جزء من ضاحية أقرع، ويجري العمل حاليا بالتركيز على جمع العلف الحيواني. وفي الآراء التي أدلى بها المزارعون أكدوا بأنهم جمعوا المحصول في وقت مناسب بفضل المعلومات الآنية التي قدمتها لهم وزارة الزراعة، خاصة محصولي الشعير والقمح، مشيدين بالدعم المقدم لهم من قبل خبراء الزراعة والإدارات لإنقاذ المحاصيل والعلف الحيواني من غزو الجراد. أوضح مسؤول رقابة الأشجار والحياة البرية في الإقليم الجنوبي النقيب جزائي قالاب عن تسيير أنشطة جادة للحد من اقتلاع الأشجار في الإقليم بالتنسيق بين المواطنين والجيش الشعبي. وأشار النقيب جزائي لوكالة إيرينا إلى اقتلاع الأشجار بطريقة قانونية لتوفير حطب الوقود وتوسيع الأراضي الزراعية وغيرها من المصالح التجارية، حيث تجرى أعمال رقابية بالتنسيق مع الجيش الشعبي. وذكر بأن الأعوام الأربعة الماضية شهدت مخالفات تتعلق باقتلاع الأشجار والقيام بأنشطة غير قانونية لإنتاج الفحم لأغراض تجارية، وقد اتخذت خطوات قانونية ضدهم، أي تغريمهم مبلغ مالي قدره 4.2 مليون نخفة، مشيرا إلى أهمية اتخاذ تلك الخطوات الصارمة. وأشار النقيب جزائي إلى انتشار ظاهرة الاقتلاع الجاري للأشجار في كافة مديريات الإقليم، إلا أن ذلك يختلف من حيث أعداد الأشجار المقتلعة، وعلى المواطنين تقوية ثقافة حماية الثروة الخابية في مناطقهم وتقديم المخالفين إلى الجهات القانونية. وأوضح بأن المحميات المنتشرة في الإقليم مهدت أرضية مناسبة لحماية الحيوانات البرية وتكاثرها، مناشدا المواطنين للعمل بقوة وتخصيص الحراس حسب مناطقهم. وفي الختام قال النقيب جزائي قالاب بأن اقتلاع الأشجار يتسبب في تعرية التربة والانجراف بالإضافة إلى التغيرات المناخية، لذا يجب على كافة أفراد المجتمع العمل بقوة لحماية الغابات وتفعيل أنشطة التشجير. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا.
مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مسلحين إسلاميين قتلوا أكثر من 50 شخصا في إقليم يقع بشمال موزمبيق. وأضافت تقارير محلية أخرى أن المسلحين حولوا ملعبا لكرة القدم في قرية إلى ساحة إعدام. وتعد عمليات القتل هذه الأحدث في سلسلة الهجمات المروعة التي نفذها متشددون في مقاطعة كابو ديلغادو الغنية بالغاز منذ عام 2017. وقتل نحو 2000 شخص، فضلا عن تشريد نحو 430 ألفا في الصراع الدائر في الإقليم. وتشير تقارير محلية إلى أن المسلحين تربطهم علاقة بما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، الأمر الذي يمنح التنظيم موطئ قدم له في منطقة الجنوب الإفريقي. وطالبت حكومة موزمبيق بتقديم مساعدة دولية لكبح التمرد، وقالت أن قواتها تحتاج إلى تدريب خاص. وتقول جماعات حقوق الإنسان أن قوات الأمن في موزمبيق ارتكبت أيضا انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اعتقال تعسفي وتعذيب وقتل خلال عمليات تهدف إلى كبح التمرد. عقدت قمة أوروبية مسقرة عبر الفيديو إثر الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مؤخرا فرنسا والنمسا. وقد شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حاجة الدول الأوروبية إلى رد سريع ومنسق في مواجهة التهديد الإرهابي. واعتبر الرئيس الفرنسي أن هذا الرد يجب أن يشمل خصوصا تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات العقابية، فضلا عن تنفيذ مجموعة التدابير التي سبق أن اتخذتها أوروبا بشكل كامل وصارم. وجمعت القمة المستشار النمساوي سيبستيان كورتز الذي كان حاضرا في قصر الأليزي مع ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إضافة إلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي من لاهاي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين من بروكسل. وعقدت القمة عبر الفيديو بعد أسبوع من اعتداء جهادي استهدف فيينا، وبعد اعتداء نيس في جنوب شرق فرنسا، وقطع رأس المدرس سامويل باتي في فرنسا في شهر أكتوبر. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت رسميا على بيعها للإمارات العربية المتحدة أسلحة من الجيل الأحدث، وخصوصا 50 مقاتلة شبح من طراز F-35 تثير قلق إسرائيل. وقال الوزير الأمريكي في بيان أن الصفقة التي تنسجم وفق قوله مع التزام واشنطن الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة تشمل أيضا 18 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 ريبر. وترقب الأمارات منذ وقت طويل في شراء هذه المقاتلات والطائرات المسيرة، لكن إسرائيل رفضت ذلك للحفاظ على تفوقها التكنولوجي. ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في 15 من سبتمبر، أعطت واشنطن ضمانات للدولة العبرية. وأكد بومبيو أن قرار الأمارات العربية المتحدة التاريخي بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في إطار اتفاقات أبراهام يوفر فرصة فريدة لتغيير المشهد الاستراتيجي للمنطقة بشكل إيجابي. في الخبر الأخير، أعلنت شركة فيرجين هايبرلوب أنها أكملت أول رحلة ركاب في العالم لكبسولة تسير داخل أنبوب مفرغ معلق بواسطة أنظمة مغناطيسية، في اختبار أمان رئيسي للتكنولوجيا التي تأمل الشركة أن تحدث تغييرا في مجال نقل البشر والبضائع. وقالت الشركة أن المديرين التنفيذيين في فيرجين هايبرلوب وصلوا بسرعة بلغت 172 كيلومترا في الساعة إلى موقع اختبار نظام ديفلوب التابع للشركة في لاس فيغاس بولاية نيفادا. وتتصور الشركة التي مقرها لوس أنجلوس مستقبلا تدفق فيه الكبسولات المعلقة المليئة بالركاب والبضائع عبر أنابيب مفرغة بسرعة 966 كيلومترا في الساعة أو أسرع. وتستغرق الرحلة في نظام هايبرلوب بين نيويورك وواشنطن 30 دقيقة فقط، وسيكون ذلك أسرع بمرتين من الرحلة بالطيران وبأربع مرات من قطار فائق السرعة.
مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.